السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لحظة تسجيل الفيديو فجوهي ليفل عاملة عرض هيخلص كمان 3 أيام و20 ساعة بالتحديد من وقت تسجيل الفيديو والعرض هو 50% خصم على سعر أي باقة، يعني باقة ال$97 تمنها حاليًا $48.5 وبتديك لحد 3 sub accounts. هالمح لك لو أنا كنت مثلًا حد ناوي يشتغل مع content creators فممكن أبيع لهم الخدمة دي إزاي كfreelancer، يعني أنا لو freelancer أو أي حاجة باشتغل مع أي حد ممكن أبيع لهم أسرع خدمة إزاي باشتراك $48 لمدة 3 شهور، يعني أنت في 3 شهور تدفع تقريبًا $150 48، 48، 48 تدفع $150 في ال3 شهور. طيب لو عايز تستفيد بيه حاليًا هاسيب لك في الآخر الطريقة اللي أنت إزاي تشترك في العرض قبل ما يخلص إن شاء الله لو حبيت تنطلق فيه، بس هاقول لك إزاي ممكن أسرع حاجة تعملها لصُناع المحتوى مخصوص، ممكن طبعًا تطبّقها لأي حد تاني، حد صانع محتوى، حد صاحب business، حد موجود على السوشيال ميديا. هاقول لك ممكن تفكّر تبيع له إيه؟ وده لإن مع خصم ال50% هم كمان بيدّوك خصومات أو بيدّوك حاجات for free كتير جدًا، يعني مثلًا بيدّوك free AI tools all summer لحد 60 يوم من دلوقتي معاك free AI tools، يعني معاك حاجات تبع الAI bot، معاك حاجات تبع الagents موجودة، معاك الAI studio اللي هو بيعمل مواقع زي lovable بدل اشتراك شهري تدفع فيه لأ، ده معاك for free، الحاجات دي تبع الباقة تبعك، تبع ال48.5 حاجات for free، يعني بدون ما تستخدم tokens كلّه مفتوح معاك for free. فلو أنا كنت باشتغل مع صانع محتوى فهاعمل له موقع سريع جدًا ليه بالAI studio، وإحنا شارحين بالفعل درس الAI studio إزاي تعمل فيه بالتفصيل الممل هنا، وكمان هنا إزاي تصمم مواقع وتبيعها للعملاء بالAI في 5 دقايق فقط. وشرحنا مثال تعمل موقع قوي جدًا إزاي، يعني هاوريك مثلًا موقعي freelanzawiya.com، الموقع كامل من أوله لآخره vibe coding بالAI studio، يعني لو دخلت حتى كمان على كورسات ودخلت على هنا وهكذا، بل حتى الكورس اللي مسجل فيه حوالي 75,000 حد الحمد لله حتى الآن، أنا رافعه على جوها level يعني، بس في section لوحده وشارحين بالفعل، يعني هتلاقي لو على قناة اليوتيوب تبعنا شارحين أقوى system كورسات، يعني شارح بالضبط تعمل إزاي بتفصيل. فأنا هاعمله سريعًا موقع ليه مش هياخد منك ربع ساعة، هتعمل له موقع كويس جدًا بالAI studio vibe coding، ثم بعد كده هاعرض عليه خدمة الautomation. automation يعني إيه؟ اللي أنا ممكن مثلًا هو الautomation طبعًا في حاجات كتير جدًا، أنا مستخدم automation ما يقرب مثلًا من 300,000 مرة، بس أنا هاعرض عليه automation حاجات تبع الفيسبوك والإنستجرام وهكذا، اللي هو لو حد كتب تعليق يترد عليه، عارف mini chat بالفعل وإحنا شارحين برضه بالتفصيل بديل mini chat، اللي هو لو حد كتب لك تعليق على فيسبوك بوست مثلًا فترد عليه بcomment بعد كده يتبعت له رسالة مرة واحدة. الحركة دي أنا مطبّقها عندي أكتر من 300,000 مرة، لدرجة إن الإنستجرام عندي في بوست واحد اترد عليه 20,000 مرة، يعني هو عليه 20,000 comments، 10,000 حد كان كاتب لي تعليق وأنا رديت عليه 10,000 مرة. طبعًا رديت إزاي؟ بالAI studio بالautomation تبع جوها level. فدي حاجة تانية هابيعها للعميل، وكمان أكيد هابيع له AI bot. AI bot لو أنت دخلت على الAI agent من هنا هتلاقي conversation AI اللي هو bot بيرد عليك، بتغذيه. طبعًا أنا عندي الbot تبعي رادت في آخر شهر في آخر شهر بس، في آخر أسبوعين كمان مش آخر شهر، على 577 حد، رد عليهم ب1431 رسالة في آخر أسبوعين. طبعًا على مدار الشهور اللي فاتت رد على حوالي مثلًا 6000، 7000 رسالة. أنا برضه شارحه بالتفصيل إزاي تعمله بشكل كامل. في هنا عملت bot كامل بالذكاء الاصطناعي وبايع الكورس تبعي، كل حاجة شارحها بالتفصيل هنا برضه على اليوتيوب طبعًا. فدي من الحاجات برضه اللي أنا هابيعها للعميل. ثم أخيرًا وليس آخرًا هابيع له السوشيال بلانر. إيه السوشيال بلانر؟ مكان اللي أنت ممكن تجمّع فيه يعني ترفع بوست على فقط جوه level والبوست تروح منزّله على الفيسبوك، على الإنستجرام، على LinkedIn، على التيك توك، على اليوتيوب، الحاجات دي كلها. يعني ممكن بدوسة واحدة ينزل في كل الأماكن ديّة باختصار وقت رهيب جدًا، وبيقول لك الإحصائيات تبعك، يعني مثلًا لو دخلت على الإحصائيات تبعي فيقول لي والله يا سباعي عندك في الفترة ديّة أنت حققت الرقم وممكن طبعًا تعدّل فيه زي ما أنت عاوز، وممكن تقارن فترة بفترة وتنزل تحت وتشوف إحصائيات كاملة لحاجات كتير جدًا عندك، فدي برضه هابيعها له، غير الCRM تبعه في الcontacts اللي هو لو دخلت عليه هتلاقي كل حد بيكلمه بينزل له. الكلام لإن خصم ال50% يعني هو بيبقى متاح ل3 accounts، يعني ممكن ب$50 أو 48.5 أعمل الحكاية ديّة ل3 accounts، اللي هي كل account واقف عليّا تقريبًا ب$16. الخدمات دي ممكن تتباع لوحديها أصلًا يعني ب$90 أو $97 أكتر من اللي أنت عاوزه كمان، لإن بالفعل للواحد بس، هو هتلاقيه بيصرف لو بيستخدم Metrocall، لو بيستخدم ManyChat، لو بيستخدم Lovable، لو بيستخدم حاجة تبع CRM الحاجات دي كلها أنت جمّعتها له، وأنت لسه في بدايات جوها level، أنت يعني في بدايات جوها level اللي أنت ما استكشفتش بقية الحاجات، يعني ممكن تبيع له حاجات تبع الإيميل campaigns، الad manager، ممكن تبيع له حاجات تبع الcalendar لو هو بيستخدم Calendly يعني، بس يعني ممكن تعمل له sites، تعمل له كورسات، إحنا شارحين الكورسات بالتفصيل كلها كاملة، دي كلها حاجات بنفس الاشتراك تبعك على جوها level. فهو عرض لو حد حابب يشترك عليه، الصراحة يعني ما افتكرش إن جوها level هترجّعه تاني في الصيف،
احيانا بترجعه بس مش دايما مضمون، ممكن يكون هي عملته قبل كده، فممكن يكون اخر مره هتكون موجود فيه. طيب ازاي تفعل العرض وبعد ما تفعله لو حابب تشترك من خلالنا وتوصل للجروب تبعنا اللي عليه كورسات مجانيه في جوه ليفل، عليه حاجات كتير بنحطها في جوه ليفل فور فري للناس اللي مشتركه تبعنا، وكمان بديك حاجات تبع السناب شوتس اللي انت تطبقها عندك مره واحده، وفي اي برومتس معينه ممكن تغذي بيها البوت تبعك، يعني حاجات كتير هتلاقينا موجودين فيها بنشرحها مع بعضنا سوا، وبعمل استشارات فيه فور فري للناس اللي موجوده معانا كمان، لو حد محتاج حاجه بنشرحها ليهم ان شاء الله بالتفصيل. فهتلاقيني سايب لك لينك من تحت، ممكن تدخل على اللينك من تحت الافيليت تبعي، تدخل عليه بتدوس على ساين اب وسيف 50%، بتختار الباقه اللي انت عاوزها، مثلا دي الباقه، بتدخل في اول مرحله تكتب اسمك وهكذا والايميل تبعك، بعد كده بيوديك للستيب 2 بيقول لك والله انت هتشترك في انهي باقه، باقه $48 لمده 3 شهور، يعني في 3 شهور تدفع تدفع $48 ونص، يعني $150 في الثلاث شهور كامله، طبعا بتدفع شهر شهر، يعني شهر 48 ونص اللي بعديه نفس النظام، ثم بعد كده بعد 3 شهور هترجع $97 السعر الرسمي. لما هتدخل الفيزا تبعك هتحتاج ان الفيزا تكون دولاريه وتكون فاتح حاجه زي في بي ان، حاجه زي مثلا براوزك، انا بستخدمه ستارت في بي ان، بخليه يونايتد كينجدم في انجلترا فور فري، نزله اكتب براوزك هتلاقيه على طول. بس مجرد ما تشترك خلاص اتفعل معاك، هيجي لك ايميل تبعي اللي انت اشتركت من خلالي، هيجي لك ايميل فيه تدخل على الكورس تبعنا، تدخل على المجتمع تبعنا، على كل حاجه ان شاء الله هتلاقيني موجود معاك باذن الله بالتفصيل. جو هاي ليفل عرض يعني ممكن تفكر فيه بشكل جدي لو انت فعلا فارق معاك جو هاي ليفل. اشوفك على خير، السلام عليكم.